بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح جماهير النادي الاهلي قدمت درس وملحمه في الانتماء للنادي الاهلي وحب وعشق النادي الاهلي. مش كده وبس، ده كمان جماهير النادي الاهلي احتفت بشهداء النادي الاهلي وكمان شهداء نادي الزمالك. هي دي الرياضه وهو ده اساس المقصود بالرياضه، الحب والانتماء بدون تعصب. امبارح ان اكرم توفيق، الفيديو المنتشر على اكرم لما واحد من المشجعين سأله وقال له ان الجمهور يزعل منك، فكان رد اكرم توفيق عليه ما يزعل. طبعا الدنيا اتقلبت على اكرم توفيق امبارح في السوشيال ميديا وكمان من جماهير النادي الاهلي. مهندس عادل القيعي النهارده كمان طلع وقال ان اكرم قال قبل كده ان اخويا احمد في بيراميدز عمال يشتري في اراضي وبيوت والكلام ده، وانا محلك سر. اصبح الموضوع مادي بحت، لا في انتماء ولا في شراء خاطر جماهير ولا اي حاجه. لكن الاهم من ده ان اي حد خرج من النادي الاهلي خسر كتير. ممكن يكون كسب فلوس لكن خسر حب وعشق جماهير النادي الاهلي اللي في كل مكان. خسر شهرة، خسر النادي الاهلي، خسر بطولات، خسر حاجات كتير. لكن كل واحد حر في رأيه. لكن كمان حابب اسمع حضراتكم جزء من الكلام والهتافات اللي قالتها جماهير النادي الاهلي، اللي زي ما بنقول كل نادي وله جمهور الا النادي الاهلي له شعب. طب ما تيجوا بينا نشوف جماهير النادي الاهلي قالت ايه امبارح.